مرحبا بكم. اليوم نأتيكم بخبر حصري مثير حول موهبة تونسية شابة قد تفتح له أبواب أكبر ناد في فرنسا، باريس سان جيرمان. اللاعب هو خليل العياري البالغ من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز الوسط الهجومي مع نادي الملعب التونسي. خليل شارك مؤخرا في تجربة مع فريق تحت 23 سنة في باريس سان جيرمان، حيث لعب 3 مباريات ودية أمام نيس، لو هافر ورين. في هذه المباريات أظهر سرعة وتقنية عالية وإبداعا مميزا، خصوصا في المواجهات الفردية. أما في مباراة رين تحديدا فقد ساهم في تسجيل هدف وكاد أن يحصل على ركلة جزاء. هذا الأداء المميز لفت أنظار لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، وحسب المعطيات الأخيرة فإن النادي يفكر جديا في التعاقد مع خليل مقابل حوالي 1 مليون يورو، مع خطة لدمجه أولا مع فريق الشباب تمهيدا للصعود للفريق الأول. لكن باريس سان جيرمان ليس وحده في السباق. هناك أندية فرنسية مثل نيس ورين، وأندية سويسرية مثل بازل وسيون، وحتى ناديان برتغاليان يراقبون اللاعب عن قرب. إذا لم يتحرك باريس سان جيرمان سريعا قد يخطفه ناد آخر. الموضوع ازداد إثارة بعد مؤتمر صحفي للمدرب لويس أنريكي عقب فوز باريس سان جيرمان على أنجي. عندما سئل عن ملف خليل قال بحذر: لقد شاهدت مباراة له، لكن لا أستطيع الحديث عن لاعب بعينه. يجب أن نمنح الشباب المساحة والوقت ولا نضع عليهم ضغطا كبيرا. تصريح أنريكي يعكس فلسفته الواضحة: منح المواهب الوقت الكافي للتطور دون استعجال. حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي، لكن مصادر قريبة من النادي تؤكد أن القرار قد يحسم في الأيام القادمة. وفي تطور جديد ومهم، أفادت مصادر موثوقة أن أنريكي حسم موقفه إيجابيا تجاه العياري، مما يجعل الصفقة أقرب من أي وقت مضى، مع قرار نهائي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. خليل عاد إلى تونس بانتظار الخطوة القادمة، وصفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان قد تتم في أي لحظة. الآن السؤال: هل يمكن أن يصبح خليل العياري النجم التونسي القادم في باريس سان جيرمان بعد رحيل نجوم كبار مثل مبابي، أم أن المنافسة ستوجهه إلى ناد آخر؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد من فودكاست. إلى اللقاء في حلقة جديدة مع أخبار أكثر إثارة من عالم كرة القدم. إلى اللقاء.